ربك؟ ربي وربك ورب العالمين الله. في زمن ادعى فيه رجل أنه إله، في قصر كانت الكلمة فيه تساوي الموت. عاشت امرأة بسيطة لا تملك سيفاً ولا جيشاً، لكنها كانت تملك شيئاً أخطر من كل ذلك: الإيمان. فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى كان يقتل ويعذب ويبطش، ومن يعارضه فمصيره النار أو الموت. لا أحد يجرؤ على نطق كلمة الله داخل هذا القصر. وسط هذا القصر كانت هناك امرأة لا يعرفها التاريخ باسم كبير، تدعى ماشطة بنت فرعون، خادمة تمشط شعر ابنة الطاغية، ضعيفة في أعين الناس لكنها عظيمة عند الله. وفي يوم عادي سقط المشط من يدها، فقال لسانها دون تفكير: بسم الله. تقصدين أبي؟ لا، بل ربي ورب أبيك هو الله. وصلت الكلمة إلى فرعون فأمر بإحضارها فوراً. سألها بصوت مليء بالغرور: من ربك؟ ربي وربك ورب العالمين الله. قال فرعون: إن لم تكفري به لأقتلن أبناءك أمام عينيك. لم يكن التهديد لها، بل لأقصى نقطة في قلب أي أم: أطفالها. ألقي الطفل الأول ثم الثاني وقلبها يتمزق، لكن إيمانها لم يسقط. وعندما جاء دور رضيعها ترددت، دموعها سبقت كلماتها، ثم نطق الطفل قائلاً: يا أماه اصبري فإنك على الحق. نطق الرضيع ليثبت قلب أمه العظيمة: افعل ما شئت فإني مؤمنة بالله. وألقيت في النار، لكنها لم تمت، بل ولدت شهيدة. في ليلة الإسراء والمعراج شم النبي رائحة طيبة، فقيل له: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها، امرأة لم تملك إلا الإيمان فهزمت الطغيان.